البحر كله قدامك من كل مكان تقريبا. بيتعمل لك عشاء رومانسي على البحر، ان انت بيجي لك الفطار لغايه عندك في الغرفه. الفندق ده من اكتر الفنادق اللي العرسان بيحلموا يقضوا شهر عسل فيها على مستوى مصر كلها. قيصر رومانس سهل حشيش. الموقع بتاع الفندق بشكل عام في سهل حشيش مميز جدا، لان هو يعتبر في وسط سهل حشيش. الفايبس العام بتاع الفندق نفسها حلوه، هو كل حاجه هنا بتساعدك انك ريلاكس. في اوريدي شوبنج اريا، تأجر جولف كار تلف في سهل حشيش كلها. الشاطئ الرملي هنا حلو قوي قوي، ومن اجمل الشواطئ الرمليه اللي موجوده في الغردقه وفي سهل حشيش. المياه هتلاقيها صافيه، النقاء بتاعها عالي جدا جدا، وكمان مساحه وحجم الشط كبير جدا. الفندق فيه حمامين سباحه، حمام سباحه فيهم الرئيسي هو ده اللي موجود في وسط الفندق، وده طبعا بيكون هيتد في الشتاء. تاني حمام سباحه بقى بيكون حجمه اصغر شويه، وده فيه ميزتين. اول ميزه ان هو بيكون دايركت على البحر على طول، وتاني حاجه ان هو بيكون فيه 2 جاكوزي. الجاكوزي هنا تقدر تستخدمهم. الفندق فيه 9 انواع غرف مختلفه. وصلنا لاهم غرفه بقى اغلبيه العرسان بيحجزوا فيها، وهي الديلوكس بول فيو. اول حاجه بالنسبه لكل العرسان اوتوماتيك بيكونوا دافعين سعر اقل غرفه، وبياخدوا ابجريد بتاع شهر العسل لغرفه الديلوكس بول فيو دي. اول ما تدخل الغرفه زي ما انتم شايفين بيكون فيه ديكوريشن وبلالين وشويه حاجات ظريفه كده. بعد كده بيكون الحمام. ديكورات الغرفه بشكل عام كلها بتكون بسيطه وهاديه جدا. الغرفه دي بشكل عام كل الفيوهات بتاعتها كديلوكس بتكون دايركت على حمام السباحه. السيجنتشر سويت. السيجنتشر سويت ده من السويتات الحلوه قوي اللي موجوده هنا في رومانس. اول حاجه بيكون فيه طبعا الحمام بيكون حجمه كبير جدا، وطبعا بيكون فيه اوريدي بانيو كبير. من البانيو على الغرفه على طول بالنسبه للغرفه فهي مساحتها كبيره زي ما انتم شايفين. السرير بيكون كينج سايز بيد، والسرير كبير قوي، يعني السرير تقريبا اكتر من 2 متر. كل سيجنتشر سويت بيكون فيها كوفي ماشين للناس اللي بتحب الاسبريسو. يجي بقى لاهم واحلى حاجه موجوده في السويت بشكل عام، هو الاريا اللي بره دي صوب منه على الحمام السباحه بشكل عام. وحمام السباحه ده مش متصل بحمام السباحه الكبير، لا ده اوريدي بيكون منفصل ولكن من غير خصوصيه. وكمان بيكون فيه جاكوزي، والجاكوزي اللي موجود في السويت بيكون جاكوزي كبير والفردين. السويت بشكل عام من السويتات المميزه. بالنسبه للاقامه هنا فهي بنظام الاول انكلوسيف. اول انكلوسيف عندنا مين ريستورانت، المطعم الرئيسي بيسيرف فطار وغداء وعشاء، وكمان بيسيرف ليت دينر يوميا بنظام الاوبن بوفيه. وبيكون عندنا 4 مطاعم على كارت. الفرايتي بتاعه الاكل هنا كبيره جدا. التيست بتاع الكواليتي بتاع الاكل هنا عالي جدا، دي من اكتر الحاجات اللي انت هتلاحظها مع اول اكل هتاكله هنا اصلا في روما. كمان من الحاجات المميزه هنا ان اثناء فتره العشاء بيكون في حد بيعزف، حد بيغني. دي من الحاجات اللطيفه برضه اللي بتعمل جو حلو بالليل. من اقوى وافضل الحاجات المميزه هنا في قيصر رومانس، هو الوحيد تقريبا اللي على مستوى مصر اللي بيعمل لك عشاء رومانسي على البحر مجانا اثناء اقامتك لو انت حاجز شهر عسل. الكونسيبت العام بتاع الفندق هو مناسب للكابلز. السيرفيس هنا ممتازه جدا جدا جدا، ومن اعلى وافضل الفنادق اللي بتقدم سيرفيس فعلا حلوه ومختلفه.